ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وانزل اعمل لايك واشترك للقناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. جاي لك النهاردة بشرح طبعا زي ما شفت في عنوان الفيديو والصورة المصغرة اللي هو ازاي تفك حظر ارقام اذا كان بقى انتهاك مشدد سياسي اللي هو اباحي اي انتهاك او رقم حظر عادي مش شرط يكون انتهاك كود ده فيكو. تمام، بس انا بنصحك يعني لو هو حظر عادي مش شرط انك تفكه الكود ده، اي كود تاني عادي هيفكه عشان الكود ده بس ميوقفش على طول عشان انت تستفاد وغيرك يستفاد. انت فاهم؟ طبعا ده التطبيق اللي هيكون في الوصف عندك وقلت عليه مثبت. تمام، هكون طبعا سايب لك لينك شات كمان في الوصف عشان لو حبيت تستفسر عن اي حاجه او معرفتش تفك الرقم بتاعك ابعتولي انا افكهولك يا اسطى، مفيش اي مشاكل، احنا اخوات يا اسطى. هتيجي كده تخش على التطبيق، عندك هنا الجيميل والموضوع والكود واحد والكود اتنين. الكود واحد ده اللي هو الكود اللي هتبعته في الاول، تمام، من غير طبعا الرقم بتاعك وهنشوف الكلام ده دلوقتي. والكود اتنين ده اللي هو رد على الواتساب. هتيجي كده على الجيميل، اول حاجه على الجيميل اللي هو ده. طبعا يا اخويا متنساش تشترك في القناه، يعني لا يعني عيدها لك 300 مره، متنساش الاشتراك متنساش الاشتراك، فانت خلي عندك ده وانزل اشترك. تمام، هتيجي على الجيميل كده تفضل ضغط عليه ضغطه طويله لحد ما يجيلك تحت تم النسخ. بعد كده هتطلع تخش عندك على اي جيميل. تمام، مش هقولك يكون جيميل جديد، هو مش شرط يكون جيميل جديد بس يستحسن يكون جيميل جديد. طبعا انا بعت لهم هنا مرتين ورد عليا بنفس الرد. تمام، خش كده على اي جيميل. طيب انا كنت موقف الفيديو بس عشان ما اجيب جيميل تاني، لان الجيميل اللي اللي جه في اول الفيديو كنت باعت منه. تمام، فهنيجي هنا على كلمة انشاء اللي تحت. طبعا احنا لسه ناسخين الجيميل، فهنيجي هنا نضيفه اللي هو سبقت واتساب. تمام، ولازم طبعا يظهر معاك الا حرف الاس ده. الموضوع هنا تكتبه انت بايدك عادي او تنسخه براحتك، بس هنا تكتب رجاء حل مشكلتي بس. انشاء رسالة الكترونية اللي هي هنسخها برضه اقولكوا دي الرسالة الالكترونية دي. تمام، دي الرسالة الالكترونية اللي انت هتنسخها من التطبيق اللي مرحبا لقد تم اختراق حسابي على واتساب رجاء مساعدة في استعادة الحساب. تمام، وهتيجي على السهم اللي فوق الازرق اللي فوق ده اللي هو رسالة، يعني تضغط عليه. عندك تحت هنا بيقول لك جرى الارسال. تمام، تم الارسال. نستنى بقى اما الشركة ترد علينا، لا واتساب المساعدة بتاعت واتساب ترد علينا. طبعا مش هياخد فيلك دقيقة وترد علينا، فانا هوقف الفيديو بس عما ترد علينا واجيلكوا تاني. طيب يعني ما كملناش دقيقة والرد جالنا قدامكم زي ما انتم شايفين. تخش كده عليه، عندك هنا بيقول لك شكرا على رسالتك، نأسف لمعرفة أنك فقدت رقم هاتفك، حتى نتمكن من تعطيل حسابك نحتاج إلى معرفة رقمك بالصيغة الدولية اللي هو أنا كواحد مصري، تمام، أو أنت كواحدة مصرية الرقم بتاعك بالصيغة الدولية اللي هي طبعا +20. تمام، تيجي كده تلاقي في حاجة تحت اسمها الرد على الكل اللي هي في النص دي. تمام، اللي هي الرد على الكل دي تضغط عليها. بعد كده هيجيلك طبعا الكلام ده هيبقى مكتوب تلقائيا اللي انت لسه كاتبه من شويه. عندك هنا الكود، هتاخد الكود اللي هو بقى اتنين، الكود اتنين، يعني احنا في عندنا الكود واحد والكود اتنين. الكود واحد اللي احنا خدناه من شويه، كود اتنين اللي هو الكود ده. تمام، تفضل برضه تضغط عليه ضغطه طويله لحد ما يتنسخ معاه. انا ناسخه اصلا اللي هو ده. تمام، ده الكود يا جماعه، هو ده الكود. عندك هنا +20، طبعا انا ضايفها، هي مش هتبقى مضافة عندك فانت هتضيفها. تمام، اللي هو تيجي كده تفتح قوسين وعندك هنا زائد وتحط اي رقم بقى. انا طبعا معايا رقم محظور فعليا فهجرب عليه قدامكم في الفيديو، هجيب رقم بس واجيلكم. طيب بعد ما مسحنا الرقم هنيجي كده نمسح اللي هي الفواصل اللي فيه. طبعا ما نسيبش اي فواصل، فاهمين طبعا.
هتكتب الرقم طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بدون اي فواصل. تمام. بعد كده هندوس على السهم الازرق اللي فوق ده كده، رسالة وصلت. تمام. بعد ساعة او ساعتين بالكتير قوي هيكون الرد جايلك من الواتساب ان هو تم فك رقمك. انت فاهم؟ هيجيلك الرد خلال دقيقة او دقيقتين، اسف ساعة او ساعتين بالكتير قوي. تمام. ممكن ما يكملش ساعة اصلا، يعني انت وحظك بقى، بس هو مش هيكمل ساعتين بالكتير قوي، يعني اقصى حد ساعتين. بس كده يا اخواتي، وده بيكون شرح النهارده. لو عجبك متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.